يلا بينا. النهارده زهقانه يا جماعه، الجو مش احسن حاجه. احلى حاجه الفونتانات اللي بتبقى في الشارع دي، بتبقى جميله قوي للشرب. الميه دي يا جماعه بتبقى جايه من الجبل على طول. حمله دي بتاعتي الاول. ليه؟ وصلنا موقع التصوير يا جماعة. عندي أي أختي يلا تساعدني. جبت دي عشان أتحفز إن أنا أشرب مية. Today is the first season of my challenge. واحد لسه معدي بيبص بقرف، بيبص بقرف ليه ده؟ اوريكم حقيقة اليوم النهاردة. my sister آية. عن تصوير النهاردة يا جماعة، ماليش نفس ومش قادرة اصور ومش عايزة اصور، بس محتاجة ان انا اصور. عايزة اقول لكم انا حاسة ان انا قعدت على الطين، بس يعني خايفة اقوم ولا اشوف النتيجة. بجد زهقانة، والله زهقانة قوي. عايزة اخلص دي، اتعود اخلص دي 4 مرات في اليوم. دي انا دي انا في السنة. عاملة ايه؟ الحمد لله. الايه؟ الحمد لله. تشاو. وصل التابلت. bello, grazie mille. عندي تصوير على التابلت، محتاجة اني اخلص، بس انا حرفيا مش قادرة. وصورت الفيديو ده 3000 مرة ومش راضي يطلع بالنتيجة اللي انا عاوزاها. انا ما عنديش. بص تعالوا ما احكي لكم حكايه. انا محتاجه اصور فيديو عن تطبيق، وعشان اصور الفيديو ده انا محتاجه تابلت، وانا اوريدي ما عنديش تابلت. مش كلنا عندنا تابلت. ف ولسه مش عايزه اشتريه دلوقتي، يعني انا بجهز ان انا اشتري ماك بوك ابل. بس انا محتاجه اصور الفيديو ده ضروري. وواحده صاحبه اختي، يعني والله شكرا ليها بجد، هي مش مصريه، باكستانيه اعتقد. واحده صاحبه اختي بجد شكرا ليها، هي اللي بتديني التابلت بتاعها علشان خاطر اصور بيه الفيديو ده. صورته كذا مره بس لسه مش راضي يطلع بالنتيجه اللي انا عاوزاها، فمحتاجه اصوره كل شويه. مش راضي يكتب ايه ده. واخداكم معايا في الكواليس اهو. فري نوتس ليه مش راضي يظهر؟ يعني انا مش فاهمه. زهقت الصراحه يا جماعه. صورت الفيديو ده كذا مره زي ما قلت لكم. دي كواليس التصوير. بيحمل بقى 3%. محتاجه اشتري تابلت، بس انا مش عايزه اجيب تابلت، انا عايزه اجيب ماك بوك يا جماعه، عايزه اجيب لابتوب ابل. بس ده حلو قوي برضو عشان ممكن نستخدمه والله بجد شكرا للبنت دي، يعني ما يعني شكرا. مش كل الناس كده كويسه. هيحمل وارجع لكم فاهمين، عشان اخدكم معايا النهارده في كواليس التصوير. هتلاقوا مني شخصيه مختلفه النهارده عشان انا متعصبه وزهقانه شويه، بس انا لازم اخدكم معايا في كل التفاصيل الحلوه والوحشه، عشان دي سلسله خلف الكواليس.
اتمنى دايما تسيبولي رايكم في السلسله تحت في الكومنتس، تقولي السلسله عجباكم ولا لا، بتستفادوا منها ولا لا. ف يا ذاتس يا جماعه، بحب شكلي قوي من غير ما رقبتي تبان، والله بيبقى تحفه كده. 17%. لا هنستنى يعني، بصوا بيحمل، هستنى بقى على ما يحمل وهرجع لكم. هاي يا جماعه، والله زهقانه. التصوير اللي بقالي اسبوع بحاول اصور فيه، في ميزه معينه محتاجه اصورها على التطبيق موجوده مش موجوده، او مش راضيه تظهر على اللابتوب، مش راضيه تظهر على التابلت. ف بلا فايده، دي المره المليون اللي بجرب فيها برضه مفيش فايده. فلا اما مش هصور الفيديو ده، لا اما هقبل عليه بحالته وانزله. الصراحه مش عارفه اعمل ايه، انا زهقت حرفيا زهقت. حاولت كتير بس برضه مفيش فايده. اعتقد ان كده اتس اوكي، مش هعمل اكتر من كده عشان انا بجد خلاص جربت كتير وعملت كل اللي اقدر عليه. اكتر من كده الصراحه انا مش هقدر. بس عشان اتقفلت، يلا بينا نشوف هنعمل ايه في بقيه اليوم. خلاص انا كده اتقفلت. حاجه تانية تفرح، بصوا انا شربت قد ايه. يا جماعه خلصت التصوير، ما كانش احلى حاجه زي ما قلت لكم، بس خلاص الحر كان هيموتني. فروحت غيرت، لبست الطقم ده اخف شويه عشان خاطر رايحه بلد تانية بعيده عننا كده بشويه بساعه. فيلا عشان متاخرين هاخد الاتوبيس وهنروح. عندي تصوير، انا هتجنن. عندي تصوير وعندي مونتاج، فيلا بينا. بصوا هحاول اشغل نفسي شويه. اقول لكم على حاجه، عندي مفاجاه ليكم بس الاسبوع اللي جاي، مش هقول لكم عنها حاجه، هستنى الاسبوع اللي جاي. بصوا طبعا علي كان حلو بس كان ضيق شويه وانا ما كنتش مرتاحه، كان كله اسود فالشمس كلها عليا ولا ما كنتش قادره. فلبست طقم شيك كده برضه. يلا بينا، زي ما قلت لكم عندي حاجات كتير هنعملها، خدكم معايا يعني. انا عارفاكم، انا عارفه، بس انتوا هي دي السلسله بتاعتنا، خلف الكواليس. تقريبا وصلنا يا جماعه، عندي بس حاجه مهمه هخلصها دلوقتي وبعد كده هرجع لكم تاني. لسه نازله من الاتوبيس، كانت ساعه سفر. اعوذ بالله يا جماعه، كان في ريحه في الاتوبيس، ريحه مش طبيعيه، ريحه تخنق وتموت. والله مش بأفور، بس ده الحقيقه. عندي بس حاجه هخلصها وهنرجع نشوف هنعمل ايه تاني. خلصت يا جماعه الحاجه اللي كنت بعملها. كنت بخلص مونتاج حاجه. دلوقتي مش عارفه ايه صوت الزن ده، بس استحملوا بقى. خلصت، عندي فيديو يوتيوب عايزه اعمله مونتاج بس مكسله الصراحه، والله مش قادره خالص. الشيطان قاعد يقول لي كبري دماغك. نزليه بكره. أم... كده يعني، مش عارفه لسه اعمل ايه تاني بالظبط. في مكان كده مش عارفه اروحه دلوقتي ولا لا، بفكر لسه. عندي كذا، عندي عايزه اصور حاجه من سلسله 45 يوم، بس عندي طاقه صفر يا جماعه والله. انتوا ممكن تشوفوا الهدف من السلسلة ده شوية هو إحباط وكسل والكلام ده كلته، بس هو لأ،
عايزاكم تشوفوها إن أنا باورّيكم الحقيقة كاملة خلف الكواليس، إن مش دايمًا الإنسان بتبقى طاقته سامحة له إنه يعمل كل حاجة بنسبة 100% أو مليون في المِيّة، أحيانًا الإنسان طاقته بتبقى الصفر وما عندوش طاقة إنه يعمل أي حاجة، مش لازمًا الإنسان يكون بيسعى ال24 ساعة أو لازمًا الإنسان يكون بيسعى بس بيتعب برضه. تحسوا نفسكم زهقانين بس اقعدوا فكّروا عادي. في يومكم ادوا لنفسكم، ادوا وقت لنفسكم، يعني اقعدوا مع نفسكم فكروا وليه لا، راجعوا حياتكم، راجعوا مشاكل حياتكم. وانتوا بتفكروا خليكوا حقيقيين او صريحين مع نفسكم، فكروا بواقعية، ما فكروش بطريقة كلها بيرفكت. اعتقد انتوا فاهمين. وبس يا جماعة، هي دي الحقيقة وده الواقع اللي احنا بنعيشه. مش كل حاجة احنا بنعوزها بناخدها، كمان في حاجات كتيرة قوي بتستدعي ان احنا نسعى لها كتير قوي عشان نوصل لها. ويا بس بدور على المحل ده عشان محتاجة اطبع الصورة، لان بس بيبقى موجود في الدي ام، بس شكله مش موجود هنا، شكله مش موجود في الفرع بتاع بلزان. روحين البيت بس خلاص، دماغي مصدعة قوي. ويلكم باك يا جماعة، رجعنا للبيت أخيرا بعد يوم طويل ومتعب، والحمد لله. الواحد تعب والله، في راجل قدامي بيتفرج عليا بس. يلا تشاو. اهو بس رجعنا للبيت يا جماعة بعد يوم طويل ومتعب، عملنا فيه كذا حاجة، فبس ده كان يومنا. اتمنى يكون عجبكم، تشتركوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوا الحلقة التانية من سلسلة خلف الكواليس. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا وشفتوا اليوم يوم الانسان على حقيقته قوي. النهارده ما كانش فيه يعني شيء مميز، كان كله عبارة عن شغل شغل شغل، سواء مونتاج او تصوير فيديوهات وكل ده. بس اعتقد عندنا بكرة يوم حلو مش عارفة. يلا اشوفكم في الحلقة الجاية من سلسلة خلف الكواليس.